مرحبا أصدقائي، يا أهلا وسهلا بكم. أني رنا العبد الله ورجعت لكم بفيديو كله حماس. اليوم عيد ميلادي واليوم عيد مبارك. اليوم أول أيام العيد، عيد فطر مبارك. كل عام وأنتم أني بألف ألف خير. يا ربي أيامكم كلها أفراح ومسارات وتحقيق كل الأماني، ويا ربي الله يفرج على أهلنا فلسطين وعلى أطفال فلسطين. دائما احنا مناسيهم بدعائنا. يا ربي هاي الأيام الصعبة تمر عليهم بسرعة. طبعا يا أصدقاء، اليوم هي السنة الثالثة لافتتاح القناة، هو يصادف بيوم عيد ميلادي، فأنا كلي حماس وحبيت أشارك فرحة عيد ميلادي وياكم. أكيد لأن أنتو عائلتي الكبيرة. كل عام وأنتو أني بألف خير. تابعوا الفيديو للنهاية، أكيد حيعجبكم. تعليقاتكم الحلوة ولايكاتكم حتسعدني أكيد. keep watching. بالبداية أحب أحكي لكم عن ملابسي، ملابس العيد وملابس العيد ميلاد. هاي الملابس أخذتها، يسموها ملابس باريسية. بوقتها أخذتها كنت ناوية أسافر لباريس بالشتاء، وراها تفاجأت بوجود ريو بحياتي، فقررت بأن بعد ما أولد بنتي بخير والسلامة وشوية تكبر يلا أسافر لفرنسا، فأجلت بوقتها السفرة. بس هذا اللبس بوقتها أخذته كان هو كولكشن، يسموه كولكشن باريسي، اللي هو تركية زائد الفيونكة، وهذا القميص الشفاف الحلو الباريسي، والبنطلون اللي يصير كله سود، جيم سود أسود، والحذاء الكريستالي الأسود. طبعا هذول التفاصيل حخلي لكم إياها مال الملابس كلها على مود تشوفون شنو هو لوك العيد ميلاد. وسبحان الله ما اشتريت أي شيء للعيد ولا اشتريت العيد ميلادي، وفتحت الكنتور كان أشوفهم فقلت أوه، إذا سبحان الله مكتوبت لي ألبس اللبس الباريسي بالنمسا وبيوم عيد ميلادي، فهذا هو لوكي وهاي هو تفاصيل عيد ميلادي وملابسي الحلوة. أتمنى تنال إعجابكم. ويا أصدقائي الحلوين، مثل ما شفتوا عائلتي احتفلت بيا بعيد ميلادي، وحبوا يفاجئوني بهاي الهدايا الحلوة اللي أنا كلي حماس على مود أشوف شنو هي وياكم. سألوني شنو عاجبك بالعيد ميلاد الثيم يكون، فحبيت هالمرة أسوي السيلفر والبلاك، وفعلا جابوا لي كل الهدايا تغليف لونه السيلفر وبلاك، وهاي التورتة الحلوة شكل القلب وهابي بيرثداي، وكلش عجبتني جدا. أنا سعيدة وفرحانة وأنا ممتنة يا أحبابي. الله يخليكم إلي، وإن شاء الله كل سنة وكل عام أنا وأنتم بخير، وعيد ميلادي يحلى بوجودكم يا عائلتي يا حلوين. هسه يا أصدقائي حشوف وياكم الهدايا وأبدي وياكم. أنا كلي طبعا حماس، فما أعرف يا هدية أبدي. أحس حبدي بهاي الهدية، أريد أشوف شنو هاي. ما أدري من شكلها، حسيتها هي ممكن كتاب، يعني ممكن كتاب، ما أعرف الصراحة. يعني أنا ما عندي وقت دائما أقرأ الحقيقة، يعني الصراحة هو الوقت يطير نهائيا، ما عندي وقت. فما أدري، أنا من شفتها قلت كتاب، بس هسه وياكم أنا حشوف شنو هو. طبعا التغليف جدا حلو. طبعا أنا بالنسبة لي ما تفاجئ، راحت عندي المفاجأة، لأن كل سنة عيد ميلادي عائلتي يحتفلون بيه ويسووا كل سنة بعد أحلى، فصار هذا الشيء طبيعي بأن هو العيد ميلاد يجنن، شيء طبيعي بأن الهدايا تخبط، شيء طبيعي بأن التجليد واو.
فما قمت أتفاجئ. تخيلوا لهالدرجة، يعني دائما كل شيء حلو وكل شيء مرتب. هاي الهدية الأولى. خلينا نشوف شنو. طبعا العبارة حلوة. هذا هو السيت مال ليبستيك لون نود ومكتوب thanks for the love lip set. هاي هي الألوان، ألوان تجنن. طبعا أنا هاي الفترة حابة ألوان النود، البني، لون الورد الفاتح، حابته جدا. حتى لون الأحمر، فحبيت حتى أسوي أظافري. ديزاين اللي سويته الأظافري عند الصالون لون أحمر، مع إنه صار لي فترة أنا ما أسوي هاي الألوان. جدا عجبني. عاشت إيدكم حبايبي، شكرا. ويا أصدقائي خلينا نشوف الهدية الثانية. تغليف واو ولا أروع، شكل حلو يجنن. نشوف الهدية الثانية شنو. أكثر شيء أشقى بالوجود هو العطور. اللي يحبني يجيب لي عطر. واو واو. طبعا الريحة فواحة. هو هذا هسه أنا بعدني يعني ما رشة ولا رشة ولا ريحة. فواحة، عجبني جدا جدا جدا. خلي أجربه وياكم. الريحة واو واو، عطر يجنن. التغليف فعلا هو نود واسمه نود، فجدا حابة أنا هالأيام نود. حتى العطر جابوا لي نود. شكرا حبايبي، عائلتي الحلوة، الله يخليكم إلي. هاي كملنا الهدية الثانية. الهدية الثالثة اللي هي، خلينا نشوف الصغيرة يلا الكبيرة. هذا أشوف هاي شنو. أحلى شي بالعيد ميلاد هو بأن تتفاجئون أنتم بالهدايا. ممكن هدية أنتم حابيها قبل، أشرتوا عليها أو قلتوا حلوة وعاجبني أخذ هاي لي الشي، أو عاجبني أشتري هذا الشي ويجيكم هدية. يعني أنا هذا العطر شميته قلت الله طيب، بس بوقتها أخذت غير عطر، ما أخذت هذا. بس معناته عائلتي بقبالهم بين أنا عاجبني هذا العطر وأخذوا لي إياه. علبة تغليف حلو. واو، شيء ولا أروع. محبس كارتير. طبعا أنا سايزي 7. طبعا أصابعي جدا رفيعة، سايزي 7 ويتحرك علي. طبعا أنا أعشق هذول النوعيات. واو حبيت. طبعا أنا عندي ثاني اشتريته من قبل فترة بعد ولادة بنتي، بس اللي عندي بكتابة والحلقة غير شكل. مرة حابة أعرض لكم مجوهراتي هالفترة شنو أخذت، بس هذا جديد يجنن، حبيته. جولد طبعا بفصوص بيضة. المحبس ويا أو الحلقة نقدر نقول ويا السوار تخم واحد، جدا حلو. شكرا، الله يخليكم إلي يا حبايبي، تعيشون وتجيبوني.
طبعا هاي الهدية أنا أعرفها شنو. هاي الهدية أنا حابة أشتري قفطان. شفت هذا القفطان من H&M، لونه الوردي، هذا اللون الفاتح الحلو، حبيته. فبنسألوني شنو حابة أنا اليوم نجيب لك هدية أو بهذا العيد ميلادك شنو حابة هدية؟ قلت أنا عاجبني هذا القفطان. يعني أنا كنت متمنية أمنية واحدة، هدية واحدة، بس جتني كل الهدايا اللي تمنيتها واللي ما تمنيتها. هسه هذا القفطان حراولكم إياه، حيعجبكم أكيد، شكله كلش حلو. هاي أنا أعرفه وهاي أنا شفته، وصل لي ديليفري البارحة بالضبط، وصل لي ديليفري هذا القفطان، حابة أراولكم إياه. واني كل حماس حتى اشوف الهدية النهائية. يا ترى شنو هاي؟ تغليفها يجنن كالعادة. اظنها من اكسسوارات، لان هاي كانت اكسسوارات حمر، اقلام حمر، عطر. القفطان اكيد اكسسوارات، او ممكن علبة مكياج. صراحة انا ما احب اخلي هواية مكياج، يعني انا ما ندر ما اخلي مكياج اصلا. يا ترى شنو هي؟ واو واو، فشي روعة، فشي غني عن التعريف. طبعا عرفته من التغليف. ياي هاي احلى هدية، هاي انا بالنسبة لي احلى هدية، تجنن. واو، بعد تغليف، بعد اللون الزهري الحلو اللي يخبط. طبعا هاي ماركة جدا معروفة اسمها سوارفسكي. طبعا معروفة جدا، عندهم نوع ميتال معين، هو لا هو ذهب ولا هو فضة، ميتال هم يسووه. يعني مشهور، منو ما يعرفه، دائما هم مشهورين بالبجعة، دائما مالتهم العلامة بأن هي البجعة. طبعا أنا كنت حابة هالفترة آخذ من عندهم، بس ما تخيلت حتجيني هدية، وما تخيلت لون الوردي، لأنهم عندهم بجعة فضي، أسود، أبيض، أزرق، أخضر، كلش معروفة ومشهورة، تلقوها بكل دول العالم، من يعني المجوهرات المعروفة. بعد جتي بالطمغة، هاي مالتها دليل هي أصلية. طبعا هاي ميتال هم يسووه، أسعارهم حتى يعني معروفة، وهاي يعني مو فالصو، هاي مجوهرات. فشكرا جزيلا. هاي حبقيها دائما برقبتي لابستها على مود اتذكركم يا حبايبي. شكرا على الهدايا الحلوة، انا سعيدة بيكم وسعيدة بهاي الهدايا الروعة. هذا العطر الواو، وهاي المجوهرات اللي لابستها اني حاليا، واكيد كلها عزيزة على قلبي، كلها حبيتها. وما اعرف اني او التورته الجميله اللي هسه حناكلها ان شاء الله مع بعض، او الحمر او القفطان اللي اكيد حلبسه واسوي لكم فيديو بيه واحكي لكم على مشترياتي هاي الفتره. وشكرا جزيلا على متابعتكم، وكل عام واني وانتو بالف خير، ويا ربي ايامنا كلها افراح ومسرات. عيد سعيد، عيد فطر مبارك، تقبل الله صيامكم وقيامكم، وإن شاء الله أفراحكم بالأعياد. يا ربي ترفع الغمة عن فلسطين، دائما ما أنساهم بدعائي، وكل عام وإحنا وإنتم بألف خير. أشوفكم فيديو قادم إن شاء الله. باي باي.